حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين. في اغاني اول ما بتنزل بتنجح ونجاحها بيكون ساحق، بس بعد سنة سنتين بتتنسي. وفي اغاني تانية بتعيش سنين كتير، وفي اغاني بتبقى ايقونية في تاريخ المطرب بتاعها. النهاردة احنا هنحكي حدوتة اغنية تعتبر من الاغاني الايقونية في تاريخ عمرو دياب، مش في تاريخ عمرو دياب بس، هي اغنية ايقونية في تاريخ الفن العربي كله، اغنية حبيبي يا نور العين. يا ترى ايه حدوتة الاغنية دي والكواليس بتاعتها كانت عاملة ازاي؟ تعالوا مع بعض نحكي الحدوتة من أولها. قبل ما ابدا الحلقه دي احب اوجه التحيه لمصطفى حمدي، لان الحلقه دي كلها مبنيه على كتاب الفه اسمه ايامنا، بيحكي فيه مسيره عمرو دياب. ومصطفى حمدي ده واحد من اللي انا بحب اسمع لهم جدا في الفن، احب اسمع رايه خصوصا في البودكاست بتاع ورا مصنع الاغاني مع امجد جمال، من امتع البرامج اللي انا بشوفها على اليوتيوب. وكتاب ايامنا ده من الكتب الجميله جدا للي عايز يعرف مسيره عمرو دياب. المهم بقى نبدا الحلقه. قبل اغنيه حبيبي يا نور العين بسنتين اتنين، عمرو دياب نزل شريط اسمه ويلوموني، تحديدا سنة 1994. الآن عمرو دياب وشريط جديد بيلوموني على صوت الدلتا. عمرو دياب في الشريط ده عمل شكل موسيقي جديد، اساسها كانت الفلامينكو والجيبسي جيتار والحاجات دي، فكانت محاولة من عمرو دياب وحميد الشاعري ان هم يقدموا شكل موسيقي جديد. الشريط نجح، بس ما نجحش النجاح بتاع عمرو دياب. الناس ما كانتش متعودة تسمع النوع ده من المزيكا، خاصة ان رتم الاغاني بتاع شريط ويلوموني كان سريع شوية. ويلوموني ما يلوموني احلف بالليالي العيون لو تخون، انا غيرت خلاص عنواني، حواليك قلوب وقلوب ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. ما تفكرنيش بالعمر اللي انا ضيعته معاك. وشركة صوت الدلتا اللي انتجت الشريط برضه ما سوقتش ليه بالشكل المطلوب. بعد الشريط ده بقى بسنة، محسن جابر صاحب شركة عالم الفن قابل عمرو دياب في استوديو عمار الشريعي. كان عمرو دياب في استوديو عمار الشريعي بيسجل اغنية لانتصارات اكتوبر. هل اللقاء ده كان صدفة ولا كان مترتب؟ الله اعلم. عمار الشريعي قال لمحسن جابر ليه ما تشتغلش مع عمرو دياب؟ محسن جابر قال له لان عمرو دياب مرتبط بشركة صوت الدلتا وانا مش عايز اخطف النجم بتاعهم. عمار الشريعي قال له ده تعاقد عمرو دياب مع صوت الدلتا خلاص خلص. وتأكد محسن جابر من المعلومة. لما محسن جابر لقى عمرو دياب خلاص متاح ان هو يتعاقد معاه، قعد معاه في الاستوديو بتاع عمار الشريعي. الاتفاقات المادية بينهم ما خدتش اكتر من دقيقتين 3، بس عمرو دياب قال لمحسن جابر جملة غريبة جدا. قال له انت تعرف يا محسن ان انت كنت العائق الوحيد في نجاحي، لان كل الاغاني اللي كان بينتجها محسن جابر كانت بتاخد الجوائز في المهرجانات المحلية والعربية كلها، لان محسن جابر بيعرف ازاي يصنع نجم ويعرف يسوق له مظبوط. وبعدين عمرو دياب سأله سؤال غريب جدا، قال له انت هتقدم لي ايه زيادة؟ ايه الجوائز اللي هنوصل لها لما نشتغل مع بعض؟ وده بيدل على ان فكر عمرو دياب ما كانش في الفلوس بس، هو عايز يوصل لمكانة كبيرة جدا. وفعلا بدأ عمرو دياب يشتغل على اول شريط ليه مع محسن جابر، وكان معاه الموزع حميد الشاعري. وقتها كان في ملحن ليبي اسمه ناصر المزداوي، وناصر المزداوي ده فنان جامد جدا وله شرايط كمان زي شريط الغربة اللي نزل سنة 1975. الغريب بقى ان عمرو دياب وهو صغير كان بيسمع شريط الغربة ده وكان معجب جدا بناصر المزداوي، وده كان اول تعاون بين عمرو دياب وناصر المزداوي. عماد دياب اخو عمرو دياب
دياب كان صاحب ناصر المزداوي، وفي اواخر الثمانينات عمرو دياب كان عنده حفلة في الاردن، وكان ناصر المزداوي وقتها عنده حفلة في الاردن هو كمان. فعماد اتصل بناصر المزداوي وقال له احنا جايين الاردن وعايز اعرفك على اخويا عمرو. وفعلا اتعرف ناصر المزداوي على عمرو دياب في الاردن، بس ما حصلش بينهم اي تعاون فني لغاية ما تعاونوا مع بعض في اول عمل فني بينهم، اغنية من اول مرة، الاغنية اللي كانت اسم الشريط الجديد لعمرو دياب مع محسن جابر. من أول مرة قابلتها، او اول شريط يعني، الشريط اللي كان شرقي بحت. انسى اغنية نور العين اللي هنتكلم عنها قدام، اسمع الشريط كله كده من غير الاغنية دي. أنا مش هضعف تاني قصادك، إزاي يا حبيبي يا عمري يا أبدا ناس في عنايا، ليلة 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 من عمري، عايزين يغيروا عايزين يحيروا، أيام يا عمري في العمر فاتوا، يومينهم وحيجي غيرهم يا قلبي. هتلاقي الطابع الشرقي طاغي على الألبوم كله. فعمرو دياب كان عنده فكرة انه عايز ينتج شريط لناصر المزداوي، غربة 2. فكلف اخوه عماد يقعد مع ناصر المزداوي يقول له اسمع منه الاغاني اللي هو عاملها جديدة. فراح عماد اخو عمرو دياب قعد مع ناصر المزداوي، وقتها ناصر المزداوي سمعه لحن يا نجوم العوالي. يا نجوم العوالي يا بعيدة يا أنس الليالي، تزول الغوالي تنهيدة تشفي لهم حالي، يا نجومان يا نجومان. عماد قال له الاغنيه دي حلوه بس احنا ممكن نغير كلماتها شويه. فناصر المزداوي قال له ماشي هغير كلماتها. بعديها بكام يوم عماد اخو عمرو رجع له تاني قال له انا غيرت كلمات اغنيه يا نجوم العوالي زي ما انت قلت، وبقت حبيبي يا نور العين يا مخلي مكانك، لا عارف ديارك وين ولا عارف عنوانك. فعماد اخو عمرو قال له تمام الاغنيه دي كده كويسه. عمرو دياب في الوقت ده كان خلص البوم من اول مره. فصدفت ان عمرو دياب واخوه كانوا قاعدين في البيت مع بعض، وكان عمرو دياب بيحلق دقنه، فسمع اخوه عماد بيدندن اللحن بتاع حبيبي يا نور العين. فقال له ايه اللحن ده يا عماد؟ قال له ده لحن مديهولي ناصر المزداوي. قال له اتصل بيه دلوقتي فورا. ناصر المزداوي بيحكي بيقول ان عمرو دياب اساسا ما غسلش وشه من الصابون اللي كان فيه، ومسك التليفون قال له سمعني اللحن. فسمعه لحن حبيبي يا نور العين. قال له انا عايز اللحن ده في الشريط الجديد. فقال له يا عمرو انت قفلت الشريط والاستوديو. عمرو دياب قال له الاستوديو والشريط اعتبرهم اتفتحوا للاغنيه دي. عمرو دياب اخذ اللحن واداه للشاعر احمد شتا وقال له اكتب لي على اللحن ده اغنيه كامله. اغنيه حبيبي يا نور العين بتاعت ناصر المزداوي كان فيها الطابع الليبي شويه، احمد شتا مصرها زي ما بيقولوا وخلاها حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي، واتلحنت حبيبي يا نور العين من مقام الحجاز، وهو انسب مقام تقدر تلحن بيه اغنيه فلامينكو. الشاعري قالوا احنا هنعيد تاني تجربة ويلوموني، بس هنخلي الريتم أبطأ وهندخل الدفوف والفاصل الموسيقي للأكورديون. ميكس غريب عمله حميد الشاعري، دفوف مع جيتارات مع فلامينكو، خلى الأغنية فعلا مختلفة. وكمان من ضمن الحاجات اللي نجحت الأغنية دي هو سهولة كلماتها. كلمة حبيبي دي كلمة سهلة جدا، العربي والأجنبي يقدر يقولها، وده كان الفرق بين ويلوموني ونور العين، كلمة اللي عاملة زي الجرس اللي تقعد ترن في الودان. وقرر عمرو دياب يعمل لوك جديد للشريط، وهو يعمل شعره زي الأسبان كده، يعني من الآخر الشريط كله اتشقلب بعد أغنية نور العين، وقرر يبقى الشريط اسمه نور العين. وكمان صور الأغنية وجاب الجيتارات والدفوف والحاجات دي كلها. ويوم ما الألبوم نزل كان الكليب موجود على التلفزيون، الناس شافت عمرو دياب بشكل جديد، طريقة غنى جديدة، ومحلات اللي كانت واقفة طوابير قدام شركة عالم الفن عشان ياخدوا الشريط أول فرشة زي ما بيقولوا. ومحسن جابر قرر يطبع 1,000,000 نسخة كاستفتاح كده، واشترط على البياعين يدفعوا الفلوس كلها كاملة مش بالآجل. كل الشرايط في السوق كانت ب6 جنيه إلا شريط نور العين كان ب10 جنيه. انتوا متخيلين ان سعر الشريط زيادة 4 جنيه عن اي شريط في السوق؟ دي كانت جرأة كبيرة جدا من محسن جابر، بس هو كان عارف
عارف قيمة الشريط، وبعد شهرين اتباع من الشريط 5 مليون نسخة، وهو رقم كبير جدا. الأغنية أخدت جايزة عالمية وهي الورلد ميوزك أوورد. المطرب العربي الوحيد اللي أخد الجايزة قبل عمرو دياب كان الشاب خالد عن ألبومه الشهير صحراء اللي ضم أغنية عيشة. غير كده محدش تاني أخد الجايزة. طب الناس دي عرفت الأغنية ازاي؟ بسبب انتشارها في الوطن العربي والعالم. ايوه نور العين تعتبر اغنيه عالميه، فالناس سالت مين المطرب بتاع الاغنيه دي، فسالوا موزع الشريط في اوروبا وهي شركه EMI، فعرفوا ان هو عمرو دياب والبوم حبيبي يا نور العين، فاتصلوا بعمرو دياب وسافر موناكو مع محسن جابر واخد الجايزه هناك، وغنى الاغنيه على المسرح واستخدم الدفوف واستخدم الراقصات اللي كانوا معاه في الكليب، والتلفزيون المصري عمل سهره خاصه عشان يذيعوا الحفله دي. ده حتى عمرو دياب لما بقى يغني ويلوموني في الحفلات اللي بعد كده بقى يغنيها بالايقاع البطيء شبه حبيبي يا نور العين، وبقى يستعمل فيها الدفوف برضه. يا قمرنا ليش شوفونا اللي غاروا منا وحيرونا واللي بعيونهم يجرحونا واللي عمرهم ما حيبعدونا. قالوا يا ما قالوا كتير علينا، خدنا ايه غير بس دموع عينينا. قالوا يا ما قالوا كتير علينا، خدنا ايه غير بس دموع عينينا. ده الهوى والشوق بكره يداوينا يا ليل واللقا حيغني ويلوموني ما يلوموني قلبي راح للهوى. وهي دي يا سيدي حدوتة أغنية حبيبي يا نور العين. لو عايز تعرف حكايات وكواليس عن عمرو دياب أنصحك تقرأ كتاب أيامنا بتاع مصطفى حمدي. وفي سؤال عايز أسأله لك، تخيل لو شلنا أغنية نور العين من الشريط والشريط كان اسمه من أول مرة، هل كان هينجح النجاح الكبير اللي نجحه ده ولا كان هيبقى شريط عادي لعمرو دياب؟ كان معاكم أحمد صلاح، سلام عليكم.